السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال يا أحلى متتبعين. أهلا بكم في قصة جديدة. ولكن قبل ما نبداو هاد القصة كنتمنى اللي أول مرة كيشوف هاد القناة يضغط على زر الاشتراك وتكتروا اللايكات لهذا الفيديو، وشكرا لكم على المتابعة. وتقول صاحبة القصة: أنا لطيفة، بطلة قصة اليوم. في العادة كتكون بطلة القصة لطيفة وظريفة. أنا غير سميتي لطيفة، ولكن لست بظريفة ولا بخيرة. أنا إنسانة تحالفت مع الشيطان ودمرت للناس حياتهم، ولكن الله يمهل ولا يهمل. خلصت في الدنيا قبل الآخرة. المهم، أنا كنسكن في مدينة ساحلية. راجلي خدام في البحر وعندي 3 الأولاد، 22 عام و20 عام و17 عام، في عمر الزهور. الكبار خدامين مع الأب ديالهم في البحر. راجلي عنده فلوكة وكيصيد بها، أما الصغير باقي كيقرا الحمد لله في الثانوي. أنا عايشة بخير، ما خصني حتى خير. في الدار اللي جنبي بالضبط كانت ساكنة حدايا واحد الشابة باقا صغيرة، مزوجة، وراجلها موظف كبير، مهلي فيها وما مخليها محتاجة حتى شي حاجة. اللي حلات عليها فمها كتحضر. كانت عزيزة عليه بزاف. في الحقيقة تستاهل، حتى هي كانت ظريف بزاف وكانت إنسانة بمعنى الكلمة. كل شي فيها مزيان. كانت حاجة وحدة اللي ناقصاهم في حياتهم، هو أنه ما رزقهمش الله الوليدات. ما خلات مسكينه، ما دارت. كاع الاطباء اللي مشات عندهم كيقولوا ليها ما عندك والو. الزوج ديالها ما عندوش مشكل، متقبل وراضي بحكم الله. ولكن ليلى اللي هي جارتي كانت ديما كتجي وتشكي وتبكي عليا، خايفه لا شي نهار يتخلى عليها الزوج ديالها ويبغي الوليدات ويتزوج وحده اخرى. انا بحكم انها كانت كتعتبرني بحال اختها الكبيره، كانوا اسرارها كلهم عندي، واللي قلتها ليها كديرها، وكانت كتثق فيا. واحد النهار لعب ليا الشيطان بعقلي وقلت: شوف، هي ما والداش وماشي شي زوينه، والراجل ديالها داير عليها اللي ما يدار، وحتى الدار اللي مسكنها فيها مأتتها ليها من الرفيع، لا من الفراش ولا من الاواني ولا من الديكورات. في الحقيقه حسدتها وصافي، حسدتها على حياتها، وتمنيت هذيك الحياة اللي هي عايشاها تكون لختي. بغيت اختي هي اللي تبرع في هذيك الحياة. اختي باقا بلا زواج. هاد الفكرة استحوذات ليا على دماغي، وليت كنخطط بالليل وبالنهار، وكنقلب كيفاش نفرق ليلى على راجلها ونزوجو بختي. حتى لواحد النهار جات عندي ليلى كتقول لي: ما عرفتش علاش كنحس براجلي مغير عليا. هي دابا مسكينه حنتاش خايفه لا يمشي ويخليها، ديما عندها هذا الاحساس. انا في هذه الفتره اللي هي كتحس براسها ماشي هي هذيك، استغليت الفرصه وبديت كنفذ في المخطط. وانا نقول لها: عرفتي شنو عندك؟ عرفتي شنو غادي ديري؟ انا غنديك عند واحد الفقيه وغيصاوب ليك شي حاجه مطرطقه باش راجلك عمرو ما يشوف شي وحده اخرى وعمرو ما يتخلى عليك. في الاول مسكينه ما بغاتش، قالت لي: انا ما كنبغيش نمشي عند هاد المشعوذين، وراجلي حتى هو الا ساق ليا الخبار. المهم انا بطريقتي الشيطانيه بقيت عليها حتى قنعتها، ومشينا عند الفقيه وصاوب ليها شي حاجه باش راجلها عمرو ما يتخلى عليها. رجعنا للدار ودخلت معاها لدارها باش نشوف فين خبات داكشي، وفعلا خباتو في مكان امن. ولكن كانت خايفه لان راجلها اعدى حاجه عنده هي هادشي ديال السحر والشعوذه. من طبيعه الحال حتى واحد ما كيبغي هادشي. المهم حاولت نهدئها، قلت لها: شكون غادي يقولها ليه وباش غادي يعرف؟ صافي غير كوني هانيه، هادشي راه دقه بطلع عمرو ما يشوف شي وحده اخرى. دازت يومين على هادشي، بديت كنفذ فعلا في المخطط. شريت خط هاتف جديد وتواصلت به مع راجل ليلى،
وقلت ليه انا غير فاعلة خير، وبغيت نوريك مراتك اشنو كدير من موراك. قلت ليه مراتك كتسحر ليك، وديما كنشوفها كتمشي عند واحد المشعوذ، وإلا ما صدقتينيش قلب دارك وراك غتقدر تلقى الدليل على كلامي. المهم بقيت كنزيد في فخرات ونزيد الهضره باش الراجل يزند. وفعلا الراجل رجع لدارو هايج، ما كيهدرش، غير كيقلب بقى كيقلب في الدار. المهم كلشي قلبو حتى لقى هذاك السحور اللي خبات ليلى. في هذيك اللحظه تجونن الراجل، وبقى كيغوت عليها وكيقول لها انا ما نستحقش منك هذا الشيء، وانا داير عليك اللي ما يدار، وانتي ناكره للجميل، وانتي مشعوذه، اكيد هذا الشيء كديريه من زمان ماشي اول مره. هي مسكينه كتحلف وكتعطي لقلبها وكتقول ليه راه هذا الشيء اول مره كنديرو، انا غير خفت عليك لا تمشي وتخليني، انا راه غير خفت لا تبغي الوليدات المهم مسكينه بقات كتبرر. صافي كيغوت عليها كيقول لها خرجي عليا. خرجت ليلى من دارها وجات عندي، عاودت لي هادشي اللي وقع. المهم انا قلت لها ياك ما قلتي ليه راني انا اللي عاونتك في هادشي، راه غادي نقادوا الامور، ولكن عندك تكوني فضحتيني. قالت لي لا ما تخافيش راني ما قلت ليه والو. المهم عنقتها كان واسيها، ولكن من الداخل ديالي في الحقيقه فرحانه، حيت قدرت نزعزع العلاقه بيناتهم. وباش نزيد نبعدهم ونكبر الفجوه اللي بيناتهم، قلت لها عرفتي شنو غديري دابا؟ غتخليه وغتسافري، حنتيا دارهم بعاد في مدينه اخرى، غتسافري عند والديك حتى يهدى وينسى، وانا راه غادي ندير ما في الممكن ديالي باش نخليه ينسى هاد القضيه. عاد رجعي. وفعلا مسكينه سمعت مني وجمعت باليزتها ومشات لدارهم. بحكم كي قلت لكم راهم كيسكنوا في مدينه اخرى، انا ما نقولش ليكم شحال فرحت، شحال فرحت. وقلت دابا خوا ليا الملعب، دابا غنلعب على خاطري، سيري في حالك. عيطت على اختي، جات عندي وبديت كنصاوب ليها الطريق، كان ندير ليها الورد في الطريق باش راجل ليلى يتزوج بها. بديت كنقول ليه كون هاني، اختي غتجي عندك وغتوجد لك الماكله وغتجمع لك الدار وغتلقى كل شيء واجد ملي تجي من الخدمه، ما تخليك محتاج لتا حاجه، حتى النهار تجي مرتك ان شاء الله. ومن طبيعه الحال كنوصي اختي باش في لباسها وتكون مثيره، وفي هضرتها اي حاجه. المهم دير اي حاجه اللي تخليه يرد ليها البال ويتعلق بها. هادشي اللي درت. المهم وصيتها مزيان باش طيحو في الشبكه وينسى مراتو، ما يبقاش عاقل عليها. حتى اختي ما نخافش عليها، ايوا راه حنا طينا وحده. في الاسبوع الاول قدرات دير بلاصتها عنده. حتى مراتو مسكينه وقت اللي عيطات ليه في التليفون كتقول ليه مسكينه تستعطفو باغا ترجع لدارها، كيقول ليها انا باقي ما قدرتش ننسى شنو درتي فيا، وخاصني وقت باش نعاود نرجع الثقه فيك. من الاحسن تبقاي في داركم حتى نجي ليك. صافي انا ما بقات شغلاني حتى حاجه غير انني نخليه يبغي اختي باي طريقه. ولدي اللي كيقرا ما بقيتش راد عليه البال، لا لقرايته لا لحياته لا لحياته لا فين كيدخل لا فين كيخرج نهائيا. وفي الاخير طيحنا الراجل في الشبكه، شويه من عندنا وبزاف من عند الفقيه. واخيرا جا عندي يطلب اختي للزواج. من طبيعه الحال بالعقل انا قلت ليه ما يمكنش نزوجك اختي وانت راجل مجوج، الا بغيتيها خاصك تطلق مراتك. ها ضربه اخرى غنضرب بها ليلى. قال لي صافي كوني هانيه، انا اصلا هذيك المره ما بقيتش كنثيق فيها على داكشي اللي دارت ليا، ما يمكنش نردها.
غنديرو غير الخطبة حتى نقاد اموري، وديك الساعة ملي نطلقوا انا وليلى عاد نكتبوا كتابنا انا واختك. المهم حددنا نهار ديال الخطبة. هادشي كله اللي كنعاود لكم في مدة شهر على غياب ليلى من الدار. قدرنا نسيوه فيها. صافي وجدنا، وصل النهار اللي اتفقنا عليه، درنا الخطبة عندي في الدار، ركبوا الخواتم كيتصوروا. في هذيك اللحظة سمعنا الدقان في الباب، حليت كنلقاها ليلى. جات، انا تفاجأت، تلاحت عليا عنقاتني وكتقول لي توحشتك بزاف، وانا بحال شي خشبه واقفه بدون احاسيس. تصدمت بالمرة اللي جات على غفله غتخسر ليا كلشي. كتقول مسكينه انا جيت لداري، ولكن لقيت يا اختي الراجل مبدل القفل، ودابا فين غندخل وقريب غادي يطيح الظلام، ما عندي فين نمشي، داكشي علاش جيت عندك. ولكن كيبان لي راه بحال عندكم شي مناسبه. اشنو عندك اختي، شنو دايره؟ وهي كتهضر وداخله في نفس الوقت كتفاجئ في هذيك اللحظه براجلها عريس واختي عروسه حداه. تصدمت المسكينه وبقات كتشوف، ما كتهضرش، لسانها تربط بين سنانها، غير الدموع كيهبطوا والصوت ما كيطلعش. بقات مسكينه واقفه حتى طاحت، سخفات. من طبيعه الحال غتسخف، راه تصدمات. المهم فيقناها. فاش فاقت بقات كتغوت وكتلومني على كل شيء. شنو درتي ليا؟ خرجتي ليا على حياتي، انتي السبب، فرقتيني على راجلي، جوجتي اختك، هادشي علاش؟ وانا كنت طايقه فيك، وانا كنت نسحبك بحال اختي، وانا كنت كنعاود لك اسراري كلها. صدقني انتي هي الغداره. المهم خرجت كل شيء اللي في قلبها ديك الساعه. سحبوا انا دويت، انا راني ساكته ضاربه الطم. ليلى مشات لراجلها، شنقات عليه وكتقول ليه ياك 10 سنين ديال العشره محيتيها كلها على غلطه وحده، وكتنعت فيا انا وكتقول ليه واللي كان سببها هي هذيك الغداره. في هذيك اللحظه قال لها خرجي في حالك، انت مطلقه. تصدمات وخرجت كتبكي. تبعتها وقلت لها يا الله الماء والشطابه. ما نطولش عليكم، داز الوقت وتكاتبت اختي ومشات مع الراجل لدارو. انا كنت ديما كنضغط عليها وكنوصيها باش دغيا تولد وتعمر عليه الدار، راه هو محروم من الوليدات. ولكن الله حنتنا، داز العام الاول وداز العام الثاني واختي ما ولداتش. بداو المشاكل، كل واحد كيقول الاخر العيب منك. المهم مشاو عند الطبيب، لقاو يا لاله العيب منه هو. المهم عطاه الطبيب الادويه وفعلا اختي حملات، وفرحنا بهذاك الحمل قد حقنا في الدنيا. ولكن هنا غنبداو نخلصوا انا واختي ذنوب ليلى. باختصار، اختي وقع ليها نزيف. فاش مشات عند الطبيب قال ليها خسرتي الجنين. وفي الحقيقه كانت الصدمه قويه وكبيره ملي قال ليها للاسف راه حيدنا لك الرحم وما بقيتيش غتولدي مره اخرى. كانت صدمه قويه علينا. انا زوجتها على قبل الولاد باش تشد بيهم الراجل، وفرقته على مراته، ودابا مشى كل شيء. وحنت المشاكل كثرات بيناتهم، صافي طلقها ورجعت ليا لا راجل لا ولاد. اما انا ايه، واش عرفتوا كيفاش خلصت ذنوبي؟ غنقول لكم. في واحد النهار ما بيا ما عليا، حتى جاتني خبر راجلي وولادي اللي في البحر. جاتني الخبر باللي غرقوا في البحر من بعد ما تقلب بهم الباركو، وحتى الجثث ديالهم ما قدروش يلقاوهم. وباقي ما شفتي والو يا لطيفه، باقيه غتخلصي. ان الله يمهل ولا يهمل. واش عرفتوا الدقه الاخرى منين جاتني؟
من ولدي الصغير اللي كان مبلي بجميع انواع المخدرات، وانا ما رداش البال حيت كنت ملهيه كندمر للناس حياتهم، ولكن انا كنت كندمر حياتي بافعالي الشيطانيه. ولدي خدا شي جرعه زايده وتسطى، وانا دابا راني دايعه به من طبيب لطبيب ومن ضريح لضريح. المهم تشردنا، ما بقات عندي لا دار لا فلوس. سكنت في واحد البيت مع الجيران، ووليت كنمشي نخدم عند الناس باش نعيش ونداوي ولدي اللي بقى ليا. غتسائلوا على ليلى اشنو طرا بها من بعد ديك الليله السوداء اللي خرجت فيها. انا جاياكم الهضره. في واحد النهار انا جالسه في الموقف، كنتسنى شي مرا تجي تختار شي خدامه اللي تخدم ليها او تصبر ليها، حتى وقفت واحد الطوموبيل كبيره وزوينه ونزلت منها مرا. عرفتوا شكون؟ ليلى. هي ليلى، انا غير شفتها وعرفتها. جات كتقلب على شي مرا باش تخدم عندها. انا عرفتها كي قلت لكم، ولكن هي ما عرفاتنيش حيت انا تبدلت. راه هاد الزمان وهاد الشيء اللي وقع ليا بدل ليا ملامحي. مشيت معاها ماشي باش نخدم، ولكن باش نطلب السماحه. الله تبغي تسامح ليا. وفاش عرفاتني وفعلا سمحات ليا وقالت ليا: واش عرفتي ان هذاك النهار اللي خرجت فيه من عندكم تبدلات في حياتي للأحسن، وتلاقيت مع واحد السيد لاباس عليه وتزوجت به وولدت معاه 2 وليدات، بنيه ووليد، ووراتهم ليا بحال الورود. وقالت لي: انا الحمد لله عايشه بخير وما خصني حتى خير، لا مع راجلي ولا وليداتي ولا حتى مع عائله راجلي. ربي يعوض ليا كل ما فات. إيه، ليلى سامحاتني وخلصت ذنوبي في الدنيا، وكنتمنى الله يغفر ليا، وكنطلب منكم تدعيو معايا باش الله يشافي ليا ولدي. العبرة من هذه القصة خوتي وخواتاتي، وكيف شفتوا كيفاش لطيفة هي اللي دمرت حياتها بيديها بظلمها للآخرين. والعبرة هي: من حفر لأخيه حفرة وقع فيها، والظلم ظلمات إلى يوم الدين. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الحمد لله أن ليلى عوضها الله الخير، واخا داكشي اللي وقع ليها ما بغاتوش، ولكن سيدي ربي كيدير غير اللي فيها الخير، وما كينساش عبادو المزيانين المؤمنين القانعين حتى بعطية الله. اللي ما عندوش الوليدات راه الله اختار ليه هذيك الحياة، يعوضوا فيها بحاجة أخرى. داكشي علاش خصنا نحمدوا الله ونشكروه على أي حاجة عطاها لنا الله، سواء من حرمان، لا من الأولاد ولا من الصحة ولا من المال. راه كل حاجة كيختارها لنا الله إلا وفيها خير. والحمد لله والشكر لله على اللي كيعطينا الله. وشكرا لكم على متابعة القصة، وإلى اللقاء في قصة قادمة. وما تنسوش تعطيوني آراءكم في التعليقات، وإلى اللقاء.